اول حاجه ما نساوش نشكروا الجامعه والسي فوزي القجع على المجهودات الكبيره اللي قاموا بها باش يامنوا لنا هذا السفر في هذه الظروف المريحه. ظروف تشبه ايضا الظروف ديال الاستعدادات ديالنا، الكل تعرف الظروف اللي تستعد فيها دابا المنتخبات الوطنيه في ديال هذه المنشات الكبيره اللي ولات عندنا. فصراحة العمل كان جيد، مجموعة جاهزة إن شاء الله، ونتمنى رغم الصعوبات ديال المجموعة وديال البطولة على أنه هذه المجموعة تأكد يعني الاستحقاقات الجيدة اللي كانت في السابق، ولما لا يعني الذهاب إلى كأس العالم اللي تيبقى الهدف الأول ديال المجموعة ككل. أكيد لأنه رغم أنه الأهداف الأولى ديال الفئة أنه نصعدوا أكبر عدد من اللاعبين للمنتخبات الوطنية الكبيرة، ولكن يعني سقف الطموحات طلع بعد الانجازات الكبيره ديال كره القدم الوطنيه، بعد الانجاز العالمي ديال المنتخب الوطني في كاس العالم الاخيره. فسقف الطموحات طلع، وبالضروره النتائج ولات جزء لا يتجزا يعني حتى من الاهداف ديال حتى المنتخبات الصغيره. فهذا ايضا عامل محفز وتكويني ايضا ان اللاعبين يحظوا بمباريات في المستوى العالي، بالاضافه للبرامج التدريبيه. فالمسابقات القاريه والعالميه مهمه في مرحله التكوين. فهذه الفئه اذا كانت محظوظه انها تشارك في البطوله العربيه وبطوله شمال افريقيا وكاس افريقيا وكاس العالم، فهذه مباريات من المستوى العالي اللي تتساهم في التكوين ديالهم. فهي اهداف كلها تتصب في نفس الاتجاه، هو اعداد هذه اللاعبين للمستقبل ان شاء الله.